السلام عليكم متتبعي ام 11، تحياتي لكم فيديو جديد مباشره من حديقه ام 11 في دوسلدورف. هذا الفيديو جد مهم. بزاف الاخوه بغاوني نصور هو باش نقول لكم بالضبط الحاله السياسيه في المانيا وعلاش مهم انا خصنا نصوتوا. بالنسبه ليا الا انت كتشوف هذا الفيديو كما كنتي مغربي ولا جزائري ولا تونسي ولا الا عندك هذا باسبور الماني وعندك الايلادونغ ديال الدعوه ديال التصويت كتجيك بالبوسطه، ضروري خصك تمشي تصوت. علاش؟ كما كتعرفوا كاينه واحد الثوره دابا من الاحزاب العنصريه اللي كونتر المهاجرين، كونتر الهجره، كونتر اللي باغا تصعب القوانين بزاف. وهذا الشيء كما كتعرفوا الناس اللي عايشين في اوروبا وعندهم وليداتهم وداك الشيء راه كيبغيو انهم يكبروا في واحد البيئه ديال السلم وديال الامان وديال داك الشيء. ولكن مع الاسف كاين احزاب عنصريه خطيره اللي كتحارب الاجانب بزاف، باغا تطلع وما غتطلع غادي تصعب القوانين وغتبقى تحارب المسلمين بواحد الكثافه. يعني غتبقى تصعب القوانين، غادي تصعب على المحجبات يخدموا، غادي تصعب على بزاف الناس اللي عندهم مشاكل هنا في المانيا كمهاجرين. المهم غادي تصعب اون جينيرال، يعني الناس اللي غيبغيو يجيو المانيا غادي تصعب لهم. ديجا دابا صعبت القضيه، ولاو الناس في التكوين المهني ما كيلقاوش العقود وداك الشيء، حيت ولاو الاغلبيه الالمان عندهم النظره السلبيه على الاجانب. يعني ان الحاجه الوحيده باش نحن نقدو نحسنوا من وضعيتنا هو نحن نصوتوا على احزاب اللي مع الاجانب، مع احزاب اللي كتدعم الاجانب. بحال المهم بلا ما نذكر الاسماء، بعدو غير من الاي اف دي وبعدو حتى من السي دي او، حيت مؤخرا داك فريدريش ماتس بزاف ديال الحوايج كيقولهم باغي يصعب، باغي يزير، باغي يحبس كاع الهجره. المهم شي حوايج فريمون خطيره، بغى يصد كاع الاجانب. يعني فريمون هاد الاحزاب انا كنشك فيهم، يعني دعموا الاحزاب الاخرى اللي مع الاجانب. واهم حاجه هو لما صوتيش الا ما عندك شهاده وخليتي مسد في شي مجرى وما صوتيش، غتعطي الفرصه الالماني يصوت، وفي التالي تكون النتائج ماشي في صالحنا ويصدقوا الاحزاب بحال الاي اف دي غادي يوليو قويين ويقدروا يحكموا، واللي حكموا غادي يسكرفسوا الاجانب مزيان بالقوانين ديالهم. يعني ملي كتصوت راك كتحبس العنصريين. تحياتي لكم والسلام عليكم.